طيب بالنسبه للتكاثر بتاع النبات، كل اللي احنا بنعمله يا اصدقائي احنا بنجيب القصيص اللي هنعمل فيه التعجيل بتاعنا، والتربه اللي احنا هنعجل فيها النبات، ويفضل ان هي تكون خليط ما بين الطمي والرمل بنسبه 2 ل1، يعني 2 طمي و1 رمل زي ما انتم شايفين. ولازم التربه اللي احنا هنعجل فيها تكون رطبه شويه. ونبدا ان احنا نعجل النبات. العجله بناخدها ازاي؟ بناخد العجله اسمها العجله الطرفيه زي ما انتم شايفين، بناخد طرف الفرع من فوق خالص، لكن لما ناجي نقص بنقص تحت البراعم او تحت العقده ب 2 سم. والكلام ده تعمله في اي عجله انت هتاخدها زي ما انتم شايفين اهو، تحت العقده على طول اللي هي مطلعه الورق ب 2 سم. وبنبدا نقص بالطريقه دي. نبدا نشيل بقى الاوراق السفليه، العجله تكون من طول 7 سم 10 سم، ونبدا نقص الجزء اللي فوق خالص بزاويه 45 بالطريقه دي، ونقص الزهره دي ونسيب الورقتين دول زي ما هم. ونبدا بعد كده نجيب التراب بتاعنا نحطه في القصيص زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. وكل اللي احنا هنعمله هنجيب صبار الالوفيرا اللي بيعتبر هرمون تجذير، واللي بيعتبر مبيد فطري قوي جدا جدا علشان يحافظ على العجله من التعفن، من الميه الزايده، من الفطريات، التربه، من اعفان الجذور، من كل حاجه. ونبدا نغرس العجله بتاعتنا داخل هرمون التجذير بالطريقه دي. والكلام ده تعمله على اي عجله انت هتاخدها. ونسيب العجله داخل صبار الالوفيرا لمده 5 دقائق، وبعد كده يا اصدقائي بنشيلها ونغرسها داخل التربه بالشكل ده، ونبدا نروي النبات بتاعنا. طيب بالنسبه للري، الري في بدايه بعد خلاص ما عجلنا النبات بنروي النبات ري غمر. بعد كده بنبدا نروي عند جفاف التربه، نحطه في مكان ما بتوصلوش اشعه الشمس المباشره، يعني نحاول ان احنا نحط عليه اي جزازه، نحط عليه اي كيس ونخرم الكيس ونسيبه لمده شهر. في خلال الشهر ده اصدقائي نفضل نبص للنبات، ما نرويش الا عند جفاف التربه، ونمنع التسميد نهائيا في الفتره دي. وبعد كده بيحصل عندك عمليه التجذير وطريقه ناجحه جدا جدا. وده كل حديثنا وكل كلامنا عن النبات الجميل اللي معانا النهارده، اللي هو نبات اللانتانا صاحب الزهره الملونه ب3 الوان، الاصفر والاحمر والبرتقالي. تزرعها في اي مكان عندك، تزرعها في قصيص، تزرعها في البلكونه، تزرعها في فوق السطح، تزرعها في مدخل البيت عندك، في اي مكان بتدي لون جميل جدا جدا وكثافه تزهير ما شفتهاش في اي نبات نهائيا. وبتتحمل كل الظروف البيئيه، تتحمل كل الامراض، تتحمل كل الحشرات. يعني نبات حمال اسيه زي ما بيقولوا كده. ممكن تزرعه في الصحراء وما تشغلش بالك بيه خالص. فهو ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم، تكونوا استفدتوا حاجه منه. لو عجبك ما تبخلش علينا، انزل تحت من سبسكرايب القناه، فعل الجرس عشان يصلك كل جديد في عالم الزراعه من قناه ازرع صح. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.